اللي بيشوف اكلنا ما شاء الله عليه، فما بالكوا بقى من اللي بيدوق وبيقول عليه ايه. تعالوا يلا ندخل الفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالوا كملوا معايا الفيديو للنهاية، هتشوفوا حاجات هتعجبكم. النهاردة اليوم بتاعنا جميل قوي في المطبخ، روتين حلو كده في المطبخ هنقضيه مع بعض. عايزين نعمل سفرة حلوة وننزل نتغدى بيها مع امي ومع اختي. هقول لكم كل حاجة في الفيديو بعد ما بس كده، بعد ما تسموا الله وتصلوا على الرسول المصطفى الهادي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة والأمة الإسلامية كلها طيبة وبخير بمناسبة المولد النبوي الشريف. طبعا في اختلاف يا جماعة، ناس قالت في مشايخ طلعوا قالوا ده الاحتفال بيه مش كويس، وفي ناس قالت الاحتفال بيه كويس. في مشايخ قالت ان ده مش ميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، ده يوم وفاته. وفي احنا نطلع من زمان نلاقي كل المشايخ وكل الحاجات اللي كنا بنقراها او القصص اللي كانت بتقول لنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام ولد في 12 ربيع الاول وتوفى في نفس اليوم اللي هو اتولد فيه 12 ربيع الاول. فالحاجات دي كلها محتاجة علم محتاجة فقه ومحتاجة كل حاجة، بس كل اللي اقدر اقول لكم عليه ان الصلاة على الحبيب المصطفى هي اجمل حاجة نقدر نقولها في اليوم الحلو ده، نعطر ذكرنا كده بالصلاة على الحبيب المصطفى على طول. وسواء في يوم ميلاده او في يوم وفاته فهو يوم جميل، وكفاية ان هو يوم ذكرى للرسول عليه الصلاة والسلام، خير البرية وخير البشر وخير الانبياء وفي السماوات وفي الارض. فاحنا بقى هنعطر لساننا الجميل بالذكر والصلاة على الحبيب المصطفى، وكمان ما ننساش ولادنا وحبايبنا. بصوا احنا مش بننساهم، بس احنا بنستنى يوم كده يا جماعة اه نشوف ولادنا فيه، وبناتنا المتجوزين نروح نبص عليهم نقول لهم كل سنة وانتم طيبين. هتقولوا ده بدعة مش بدعة، معرفش يا جماعة هو بدعة ولا مش بدعة، بس ده احنا بس يعني ايه بنود عشان الود يفضل موصول. بصوا بقى، انا مش بقول لكم هاتوا عروسه المولد، لان عروسه المولد بصراحه ما بقتش كويسه، عامله زي الاصنام كده. واحنا صغيرين كنا بنفرح بيها، بس دلوقتي انا ما عدتش بحبها، لان بصراحه فكرتني كده بالاصنام بتاعت زمان، واصنام العجوه اللي كانوا ابو لهب والجماعه دولت كانوا بيعبدوها واخر النهار يروحوا ياكلوها. ربنا يكفينا شرهم يا رب. اتمنى لو عجبكم الفيديو حطوا لي لايك. بصوا بقى يا جماعه، معلش انا بعتذر منكم، دخلت كده في شق غير الشق اللي احنا متعودين عليه. انا امبارح قلت لجوز اختي اللي هي عامله العمليه ده، قلت له يا ابو شيرين يلا، على هو عنده احمد وشيرين ورحاب عنده حوبه، ربنا يبارك له ويخلي له. قلت له هنتغدى بكره سوا، بما ان بقى النهارده الجمعه هنتغدى بقى كلنا سوا تحت عند امي. قال لي ايه ربنا يسهل. فجيت قايمه امبارح قبل المغرب بشويه كده لقيتني فاضيه، فقلت بقى ايه اذبح بطه، وذبحت فرختين هندي كانوا محيريني. واحده كانت بتبيض وتكسر البيض، واحده كانت بترقد وتموت الكتاكيت. فقلت لهم لا 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 لا، ما ينفعش وما ينفعش ابيعهم واغش الناس. فمسكتهم ذبحتهم وضبطهم ونضفتهم حلو كويس وغسلتهم وكيست واحده حطيتها في الفريزر، وقلت خلي بط وفرخه نعلق عليهم بكره اللي هو النهارده الجمعه يا جماعه، جمعه مباركه علينا وعليكم جميعا. قلت اعلق عليهم النهارده علشان ايه نعمل غدا جميل مع بعض. علقت على البطه والفرخه وشوحتهم كويس بطماطميه وشويه ورق لورا وحبهان يا جماعه، عشان باجي اقول ورق لورا بتلخبط بصراحه. علقنا عليهم في شويه ورق لورا وحبهان وشويه، ما عنديش كباب الصيني بقى عشان ما اكدبش عليكم. المهم يا جماعه وطماطميه وبصلايه وحطيتهم يتشوحوا مع شويه فلفل اسود وشويه ملح، وقلت لهم يلا مع نفسكم كده. اول ما بداوا يتشوحوا ونزلوا كل الدهون اللي فيهم بقوا كويسين كده، زودتهم بقى ميه وركنتهم على جنب. عارفين انتوا التلات كبد والتلات قوانص بتوعهم، قلت يلا يا ام رحاب هعمل بهم اكله جميله قوي من زمان وانا مستنياها، هتشوفوها هتعجبكم قوي بصراحه. مسكت بصلتين كده خرطتهم تخريط ناعم، ومعلقه سمنه على معلقه زيت حطيتها في الطاسه على النار،
وقلبتها شويه لحد البصله ما دبلت، وبعد كده نزلت بالقنص، دبلت القنص والقوانص شويه. القنص والقوانص تصدقوا فكره حلوه يا جماعه، القنص والقوانص. ايوه يا جماعه، عملت القنص والقوانص شويه وحطوا لنا لايك بقى للقنص والقوانص دي، ماشي. بعد ما عملنا القوانص شويه في البصل ودبلت حلو مع بعضها، نزلت عليها بقى بشويه الكبد اللي عندي مقطعاهم، وهنحط لهم بقى شويه بهارات، رشه بسيطه كده من القرفه المطحونه، رشه فلفل اسود، وكمان رشه من السبع بهارات. اللهم صل على سيدنا محمد كامل النور صلى الله عليه وسلم، صلاة الله ربي وسلامه عليك يا حبيبي يا رسول الله. ورقتين من اللورة، وكمان لو عندك حبهان حطي. انا بصراحة كنت عفوا يا جماعة، يعني بهاريه شوية بهارات حلوين كده. وما تنسيش النص قرن الشطة الحامي ده بينقلهولك نقلة في حتة تانية خالص. خلاص استوت، هسيبها بقى. وتعالوا بقى ايه، حطيتها على عين هاديه بقى تستوي مع نفسها. بصوا الشوربه بتاعتي عامله ازاي، هي دي شوربه البط يا جماعه. شوربه البط بتبقى كده، بتبقى كلها دهون، فقلت اخد كميه من الدهون ديت واحطها على معلقه سمنه واحطها على النار. هتشوفوا هنعمله بها ايه. الشوربه طبعا بتغلي، الصاج سخن يا ام رحاب مش عارفه اشيله. بصوا بقى الاكله اللي نعملها، فاكرين الرقاق ده؟ الرقاق ده انا كنت عاملاه معاكم قبل العيد الكبير باسبوع يا جماعه، فاكرينه؟ ما عملتش منه في العيد الكبير، ما كانش محمد هنا ورحاب كانت مشيت، وبصراحة يعني ما كانش فيه ظروف ان انا اعمله، ما كانش جاي لي قلب اعمله واكله، وولادي مش موجودين. الرقاق ده عشان ما تقولوش يا ده الرقاق ده باظ، الرقاق ده ناشف، وانا كنت مكيساه في اكياس كبيره مفتوحه، واكياس لما بروح اجيب التموين، عارفين انتوا كيس السكر الكبير ده، بقول له ايه، انا دايما بروح كده في اخر الشهر في نص الشهر، يعني مش بروح اول الشهر كده، ما ببقاش محتاجاه، فبروح متاخره كده، فبلاقي كام كيلو سكر. انا باخد 3 كيلو سكر ما فيش غيرهم، ودايما بجمع الشهرين على بعض. فباجي قايله له ايه هات لي، بيجي هو مديني اصلا الكيس في بعضه كده بالسكر بتاعه، بيعدي لي 6 اكياس ويجي مدوملي بالكيس. الكيس ده بقى انا بحب احتفظ بيه، بيبقى واسع كده وكبير، خزنت فيه كل كمية رقاق على بعضها، يجي 10 رقاقات كده ولا حاجة، حطيتهم في رف من الفريزر. وحتى لو عندك كرتونة وعبتيه في كيس وحطيتيه في كرتونة هيفضل زي الفل، والله العظيم كأنك لسه خبزاه النهاردة. بصي بقى، بنحط الصاج ندهنه معلقة سمنة، ونبدأ بقى نبل الرقاق زي ما انت شايفة كده، ببله، بس مش ببله بس كده، لا ده انا بحطه في الشوربة وهي سخنة عشان يبقى طري كده، لحد ما عملت كمية كويسة كده في نص الصاج. كنتش متخيلة اصلا يعني ما كنتش متخيله ان شويه الكبده دول ال3 كبايد وال3 قوانص ممكن يعملوا لي الصاج ده. هو كنت بقول يلا اي حاجه وخلاص، بس والله العظيم ما شاء الله تبارك الله يا جماعه، كان في منتهى الجمال. يختي على الله يحصل وعلى تشوفوا. السؤال ده مفاجاه او لغز، حد يقول لي عليه في حاجه هتحصل دلوقتي هوريها لكم في الفيديو، هتشوفوها وتقولوا لي ايه السبب. انا شاكه في سبب في دماغي، واللي هتقولي عليه هتبقى هي الشاطره، تبقى فعلا ست بيت شاطره. الاخت اللي قالت لي في الفيديو بتاع امبارح يا ام رحاب انت زعلتي مني عشان قلت لك اعملوا مسابقه، والله ابدا يا جماعه، انا ما قلت، انا مش زعلتش منك، لا، دولت ناس عندنا احنا في البلد هنا بيبصوا لحاجه ام رحاب كأنه ام رحاب ديت يعني حاجه بسم الله ما شاء الله مربيه حيتان على السطح تران، يعني ما يقابلوني كده ويقولوا ده انت مربيه كذا ومربيه كذا ده انت مربيه عجول على السطح. يا جماعه والله ابدا، يقولوا لا 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 ده احنا شايفين، ده الناس بيقولوا. يا جماعه حرام عليكم، اتقوا ربنا، حرام عليكم لما تبصوا لحاجه غيركم. المهم مش موضوعنا، عشان بس اختي اللي قالت لي انا ما قصدتكيش والله يا حبيبتي، انت قلت لي كتر الف خيرك، قالت لي اعملي مسابقه يا ام رحاب عشان قناتك تكبر زي ما كانت ام شهد بتعمل. والله يا حبيبتي الدنيا ماسكه على الناس بحالها، يعني الارنبين اللي هطلعهم جايزه ده هم الواحد محتاجهم يجيبهم حاجه، يلا الحمد لله. بصوا بقى، بصوا الصينيه عملت ازاي، هو ده اللي انا كنت عايزه اقول لكم. انا حطيت الصينيه في الفرن ووقفت اشتغل وببص اشوفها عملت ايه، لقيتها عامله زي القنبله كده.
كانت هتنفجر بصراحة. انا خفت تنفجر فيا تبوظ لي المطبخ، فقلت اعمل ايه يا ولاد، قلت ايه امسكها بالسكينة كده اطلع شوية البخار السخنين اللي جوه، جايز احسن عاود يا ولاد تتفجر فيا تعمل لي مشكلة ولا كده. مهلبية تقولوش يا اختي ما شاء الله تبارك الله. انا بصراحة اول مرة يحصل معايا كده، اول مرة يحصل معايا كده. انا قبل كده ما حصلش كده. قولوا لي انتوا ايه اللي حصل ده، ذنبه سببه ايه، ايه ذنبه، ايه سببه. خلاص خلصتها وسبتها بقى، هديت عليها وسبتها بقى تستوي. وتعالوا بقى نعمل طشة الملوخية اللي روفان بتعشقها. يا اختي ولا رحاب تقول لي يا ماما انا بعشق الملوخية من ايدك. طب يا قلب امك اعمليها، تقول لي عملتها كتير يا امي بس ما بتطلعش زي بتاعتك. عارفين وهي مخطوبة حماتها جت زارتنا هنا هي وصبيتها، وكنت مفرزة ملوخية وحطها في الفريزر زي دي كده، برضه انا مفرزاها وحطها في الفريزر وطلعتها عملتها على غير اوان. والله العظيم حمات بنتي بتحكي بيها لحد النهاردة. وصبيتها بنت عمي كانت عندنا وامي تعبانة الاسبوعين اللي فاتوا همت، وبعدين هي عامله تكميم معده فبتجوع بسرعه وبتشبع بسرعه، بتاكل لقمه بسيطه. فكانت عندنا، فانا عملت ايه، قلت لها طيب انا طالعه من الغدا بسرعه ما تتغديش. فطلعت زي ما تقولوا يعني ان هي جاعت فخافت تجوع جامد، فعملت ايه، امي حطت اكل اي حاجه من البيت كده وهي كلت هي وامي. فانا بقى لما نزلت يا دوبك هي لسه قاعده بتاكل، قالت لي خلاص انا شبعت مش هقدر اكل تاني. فقالت ايه انا نفسي في الملوخيه بس انا هاخد طبق ملوخيه. قلت لها بألف هنا يا حبيبتي. فخدت طبق ملوخيه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفوا يا جماعه بعتذر منكم عشان الصوت ده، بس انا قطعت الفيديو. المهم يا جماعه بألف هنا يا رب. شربت الطبق الملوخيه من هنا وتقول لي الله يا ام رحاب طعمها حلو قوي، انا هروح اجيب على طول واعمل. جينا تقابلنا فين بقى، لما اختي كانت بتعمل عمليه جات لنا المستشفى هناك هي وابنها. فقالت لي اسكتي يا ام رحاب، مش انا رحت واشتريت نص كيلو ملوخيه، هي قاعده في السادات، مش انا اشتريت نص كيلو ملوخيه وروحت عملته. قلت لها يا حبيبتي بألف هنا. قالت لي لا بس مش زي ملوخيتك. طبعا يا جماعه الاكل نفس، يعني انا مش بشكر في نفسي بس الاكل نفس، هي كده الحمد لله. انا بصراحه لما اي حد بيدوق الاكل من ايدي بيقول لي ما شاء الله يا ام رحاب تسلم ايدك، الاكل بتاعك طعمه حلو قوي. يعني الحمد لله. بس يلا الحمد لله احنا اكلنا حلو وشكلنا حلو ولساننا حلو، بس حظنا مش حلو. الحمد لله مفيش احسن من قولة الحمد لله، ومفيش احسن من الرضا. ربنا يجعلنا دايما كده من الراضيين الصابرين الشاكرين الحامدين. يجعل لنا قصر في الجنة ويكتب عليه قصر الشاكرين الصابرين الحامدين يا رب. اللهم امين اللهم امين واياكم، اللهم امين واياكم. خلاص خلصنا الغدا وحمرنا اللحمة ورصينا السفرة الجميلة وعملنا الرقاق قطعناه. يختي على صينية الرقاق كانت تحفة، اقسم بالله طعمها تحفة. بنت اختي الصغيرة بقت تاكل فيها وتقول لي الله يا خالتي انتي عاملاها ازاي يا خالتي، وانتي عاملاها بالجلاش يا خالتي، جميلة قوي. ما شاء الله تبارك الله. الف 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 هنا يا رب. الحمد لله يا جماعة اللي ربنا بيوسع ارزاقنا وبيجعل عندنا الخير وبيجعلنا دايما كده سند لبعض يا رب اللهم امين. دي صينية التعبانة، قلت ارص لها صينية يمكن نفسها تتفتح، يمكن تاكل معلقة ملوخية معلقة رز، يمكن تاكل حتة لحمة من الفرخة ولا حاجة. طبعا ما تقدرش تاكل بط دلوقتي، بس قلت جايز تاكل حاجة من حتة الفرخة ولا حاجة. قلت له يلا يا حموده علشان ننزل بقى نتغدى عند ستك. الله عليك يا ام رحاب يا قمر، والله قمر يا ولاد بدون فلاتر وبدون حاجه. الحمد لله بنعكس نفسنا يا جماعه احسن ما حد يعكسنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تعالوا بقى اتغدوا معانا. وصلت لحد هنا يا بطه، وصلت لحد هنا. يلا بسرعه يلا ما تنسيش، انا بفكرك اهو تروحوا حطي لايك للفيديو. كنت ناسي، انا عارفه ان انت كنت ناسي، انا عارفه ان انتوا ما بتبخلوش على ام رحاب بيه بس انتوا بتبقوا ناسيينه. طب يلا انا فكرتك اهو بسرعه، يلا بسرعه انزلوا حطي لي اللايك ودعوه حلوه كده من القلب. ربنا يجازيكم عني خير الجزاء يا رب اللهم امين اللهم امين. محمد كان بيقول لي هاتي يا امي الصينيه عنك هتقع منك، قلت له ما تخافش يا حمودي بس انت صور انت بس. يلا حبايبي لايك وشير والسلام عليكم ورحمه